في يوم من الايام زوجة صحت جوزها في نص الليل وقالت له ان في طفل بيعيط في الاوضه اللي جنبه، فكانت فاكره ان ده طفلهم. جوزها قام وهو متضايق وقال لها ان دي المره الثالثه اللي بتصحيه وتقول له فيها نفس الكلام، بس الزوجه بكت وجوزها حاول يهديها ويفهمها انهم خسروا طفلهم وده قدرهم، وانها لما ولدت كانت لوحدها في البيت، ولما هو جه لقاها فاقده الوعي ومفيش اي اثر للجنين، وقال لها ان الشرطه قالت يمكن حيوان اكل الجنين بعد ما اتولد او حد سرقه عشان يبيعه. وفي يوم قبل الفجر الزوجين صحيوا على صوت حد بيخبط على الباب، فالزوج قام فتح الباب لقى راجل غريب شايل طفل ملفوف فوق مشرب، والراجل قال له ده طفل. الزوج اتهم الراجل ده ان هو سرق الطفل، بس الراجل ضحك وقال له احنا ما بنسرقش اطفال، انا مراتي عدت من جنب بيت وسمعت زوجتك وهي بتتوجع من الولاد فدخلت وساعدتها، ولما زوجتك فقدت الوعي ما كانش ينفع تسيب الجنين لوحده فاخدته معاه ودلوقتي جيت علشان ارجعه له. الزوج فرح جدا وسال الراجل طب هو مين او منين عشان يشكره هو وزوجته. الراجل قال له انهم سوره رقم 72 في القران وسابه ومشي. فالزوج جري يفتح المصحف بس المفاجاه ان لقي السوره هي سوره الجن.